بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعني. بداية أحني هامتي لكل من ضحى ولا زال يضحي بروحه أو دمه أو ماله أو وقته عشان هذا البلد يستمر. وإن لم أكن أحظى بشرف الشهادة فيا رب اجعلني أكون طوبة في الجدار اللي يؤمن ويحمي حدود هذا البلد. بحيي شعب مصر العظيم على المناسبة الطيبة، وإن شاء الله مناسبات طيبة دائمة. بشكر قواتنا المسلحة على هذه الدعوة الكريمة، وأقول هي حريصة على تواصل الأجيال. كل جيلي وكل الكبار في السن اتربوا في هذا الأرض وهذا التراب، ولحم كتافنا من خيره وتعلمنا منه، ومن حقه علينا ان احنا لاخر نفس ندي ونتواصل. وبقول للجيل الجديد خليك حريص، ما ترميش الهارد ديسك قبل ما تاخد كل اللي فيه. مطلوب ان انتوا تواجهوا المجتمع من غير خبرة سابقة، ما تسيبوناش نقعد في اماكننا الا اما تاخدوا كل شيء فينا. هذا الموضوع انا بعرضه وجمعته لانه تاريخ وما يصحش يتوه مننا. سبب دراستي لهذا الموضوع بداية نعرف المصريين ازاي تم اعداد الشعب والقوات المسلحة لأكبر أزمات الأمن القومي المصري في العصر الحديث. ازاي الناس فكرت عشان تفكر وتخطط وتنفذ لهذه المهمة، استعادة أرض راحت. ما ننساش مرحلة مهمة قوي بيحضرني هنا أما سألوا مشير ديان سنة 67 اللي عملته في 67 في اجتياح سينا هو اللي عملته في 56، انت ما خفتش؟ قال 3 جمل: ان العرب لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون، واذا فهموا فهم سريعا ما ينسون. احترسوا يا مصريين. اسرائيل قالت مش هقترب من مصر الا بعد انتهاء جيل اكتوبر. جيل اكتوبر ما كانش قوات مسلحه، كان بلد بفلاحيها وعمالها ومزارعيها وصناعها وسواقينها. القوات المسلحة كانت الطلقة الأخيرة اللي نفذت المهمة وأصابت واستعادت الأرض. إنما كان جيل كامل، مش قوات مسلحة فقط. أنا عشت في وسط هذا الجيل وشفت إزاي مصر وقفت كلها والقوات المسلحة هي اللي نفذت الأوامر في النهاية. السنين اللي فاتت كان الروتين في الدولة ماشي وما أنجزناش كتير. آن الأوان. آخر نقطة استدعتني أفكر إن اللي حصل من 2011 وما يحاك له من قبله من بداية الشرق الأوسط الجديد وإعلان كونداليزا رايس وما يحدث في المنطقة العربية يستدعي استحضار واستلهام روح أكتوبر مرة تانية عشان ما ننتكسش إن شاء الله أي نكسة ولا نتراجع بفضل الله. إسرائيل كانت شايفة أرض دولتها إزاي؟ هستعرض 3. ديفيد بن جوريون أو رئيس وزراء إسرائيل قال: ستنشأ في المستقبل ظروف وعلينا أن نستغل هذه الظروف لتوسيع حدود الدولة، وإذا لم تنشأ هذه الظروف تلقائيا فعلينا أن نصنعها بأنفسنا. جولدا مائير قالت إيه؟ رابع رئيس وزراء لإسرائيل. قالت برضو مواليد روسيا، قالت: لا توجد ضرورة لتعيين حدود ثابتة لدولة إسرائيل، وأن الحدود ستكون حيثما يعيش اليهود وليس حدود الخريطة. إيجال ألون وده اشتغل في عدة وزارات وكان أحد أعضاء الوفد في مفاوضات 101 قال إيه؟ عمل كتاب اسمه الأمن الإسرائيلي بعد 67 وهم على قناة السويس. إن إسرائيل لم يكن لها حدود، فخطوط الهدنة هي خطوط عسكرية مؤقتة إلى أن يتم حدود سياسية ولم تتحدد حتى الآن. كما أن خطوط الهدنة قد ألغيت عام 67، خطوط 48 اتلغت في 67، وليس هناك خطوط سوى خطوط وقف إطلاق النار الحالية. هعرض لقطتين بس للمصريين. اتفضل. كان عندي 3 مدن لازم يتهجروا: بورسعيد، اسماعيلية، والسويس. منظر كان مريع. الأجمل شعب مصر العظيم عمل إيه؟ انتوا يا مصريين حاجة جميلة قوي.
اعرفوا قيمة نفسكم بس التراب يتشال من فوقيكم. كل مدن الظهير الجغرافي لخط القناة، دمياط، الشرقية، الدقهلية، القاهرة، الصعيد، كل بيت اتقسم اتنين، الشقة اتقسمت، النص للمهاجر. لو في وظيفة في أسبقية للمهاجر، الدخل اتقسم بقى يدي نص المرتب للمهاجر، يقول له عشان تصرف زي ما انت عايز. الجميل الطفل في المدرسة، كل اتنين اتخروا جنب بعض وخدوا الولد التالت جنبهم. شيء رائع يا مصريين. بعده هعرض بسرعة الاقتصاد كان شكله ايه عشان احنا بنمر بمصاعب مماثلة. انخفاض إيراد الدولة، تراجع القطاع العام كان عصب الاقتصاد في هذه المرحلة. السياحة توقفت، موقف مشابه. قناة السويس وإن كان ربنا أكرمنا بيها حاليا، بترول سينا كان توقف تماما. حصيلة الضرائب، الخطة الخمسية توقفت واعتماد خطة ثلاثية بدل منها. سكان القناة كانوا عبء ثقيل ولكن تحملتهم الدولة. الدولة حددت استراتيجية في المرحلة التالية، كانت استبعاد الحل السياسي. الحل السياسي السياسيين يعرفوا ان الحل السياسي يكرس الامر الواقع ويفرض علينا ضياع الارض او المساومه. فكسياسه الدوله رفض هذا، انما هنستفيد بالوقت لكن ما فيش حل سياسي. اتحدد مسارين واضحين، مسار عاجل سرعه بناء الدفاع، منع العدو انه يستفيد ويحط رجله غرب القناه. انا الرسم اللي كان فيه اللي قالوا فيه قاده اسرائيل كان فيه خريطه انا موضحها من النيل للفرات، حدود اسرائيل المرتقبه الى على جدار الكنيست. المسار الآجل تحديد هدف سياسي عسكري بإزالة آثار العدوان والعمل على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني. بعده قواعد وأسس إعداد الدولة لمرحلة الحرب. مراعاة امتداد زمني المعركة، مش أبعاد عسكرية، سياسية، اقتصادية، عسكرية. هوضح تلاحم حقيقي بين الشعب والحكومة والقوات المسلحة زي اللي احنا فيه دلوقتي، واللي الدولة حريصة على إن هو ما يحصلش فصل بأي صورة من الصور، وده مستهدف وهيظل مستهدف. وحدة الجبهة الداخلية، إنشاء المقاومة الشعبية. مصر على فكرة في المرحلة دي كانت كلها مسرح عمليات، وفاكرين ضرب العمق المصري وبحر البقر، ضرب الصعيد. الشعب اتهيأ لمواجهة الحرب الانهزامية. هنا بتوقف. حروب الجيل الرابع بتقول إن أنا مش هلجأ للحرب بالسلاح، أنا ههزم الدولة وهي قاعدة في كراسيها. كلنا في جيبنا التليفون حرب الجيل الرابع، إذا استخدمناه استخدام جيد هننفع بلدنا قوي. إذا انسبنا واتدلقنا ورا الكلام اللي بيتقال من غير وعي ولا فكر، هنروح في مسارات مرسومة لنا يجب ألا ننزلق لها أبدا. زيادة طاقات التشغيل ودورات الإنتاج، ثم تخفيض كل موارد الدولة تقريبا اتوجهت للإنتاج الحربي. ويذكرني من 68 ل 72 زادت ميزانية الدفاع 250% من 740 مليون دولار إلى 1820 مليون دولار. كل الدولة تحولت لمسرح عمليات بذكر فيها حاجتين. اللي كان يمشي على طريق مصر اسكندرية زراعي كان يجد ان الجزيرة اللي في النص اللي فيها الخضرة اختفت وبقت كلها اسفلت من اليمين الطبان الايمن للطبان الايسر. ليه؟ عشان كل القوات الجوية، كل اراضي مصر كانت مسرح هبوط لها اذا اصيبت طائرته، اذا وقوده نفذ، اذا احتاج ينزل للطوارئ. بيحضرني هنا انتشار قواعد الدفاع الجوي في المزارع. وما حكى لي احد قادة الكتايب الرائد في هذا الوقت قال لي انا فلاح جالي على الباب وطلب اطلع معاه، طلعت مشيت معاه، خدني بعيد على الزراعيه ووراني حته، قال لي شايف يا فندي الحته اللي بتلمع دي تحت الشبكه والنبي غطيها. ايه ده؟ ايه يا مصريين الجمال ده؟ الفلاح اللي شاف حته ارض حته بتلمع في الرادار قال له تعالوا النبي يا فندي غطيها. بعده الشعب قبل بكل الظروف. أنا كنت في الوقت ده طالب في جامعة منتسب. كانت الجامعة بتصرف بونات، بون بنطلون وبلوفر وقميصين. كنا بناخد الزي بالبون وبنصرفهم الجمعية التعاونية. كتير فاكرين، جايز الناس بتتدرم الكلام ده، أنا ما بدراش وبقول اللي حصل. وأما جم يدوني قلت لهم أنا ظابط
وعندي مرتب، مش محتاج البون، خلي حد تاني يستفيد بيه. ابن مصر المقاتل، الطلقة اللي هتطلع جهزناه ازاي؟ رجعنا له ثقته في نفسه وسلاحه وقادته، وان 67 ملوش دخل بيها ابدا، والله العظيم ما له دخل بيها. ثم الايمان بعدالة القضية، ثم مشاعر الايمان لا يتزعزع بالله، واعدينا المقاتل اللي جاهز يبيع روحه ونفسه وهو عارف بيعمل ايه. المدهش انه سعيد، المدهش انه راضي قوي ومبسوط. المصريين في مراكز في اوروبا وفي امريكا قاعده تدرس المنطقه العربيه وتدرس الانسان، تدرس الانسان المصري، ما هو افعاله وما هي ردود افعاله، يعلموا ماذا تفعلون، قاعدين اكل عيشهم دراستكم. انتبهوا يا مصريين عشان ما حدش يبيعنا ويلعب بينا. كل طوائف الشعب الحقيقه، وما ننساش ام كلثوم اما بتاخد فرقتها على نفقتها وتطلع باريس وتعمل حفله وتجيب الموارد العمله الصعبه تديها للدوله. ما فيش حد ما شاركش في مصر. تجاه الدول العربيه كان في 4 عناصر رئيسيه كانت مصر مصره عليهم. اولا التضامن العربي، شعارات التفرقه اللي كانت في هذه الفتره اللي بدات الدول العربيه صراعاتها ما بين بعضها كانت مشكله كبيره في هذه المرحله. كل الشعوب هيئناها وكل الشعوب شاركت، اللي بالمال، اللي بالسلاح، اللي بالقوات، واللي بموقعه الاستراتيجي. وانتم تتذكروا قفل مضيق باب المندب ازاي القطع البحريه تحركت من جبل طارق قبلها بشهور وراحت للدول الاسيويه الصديقه وقعدت هناك لحد ساعه سين كانت موجوده في مضيق باب المندب، قافله المضيق، السماح بالخروج من البحر الاحمر ولا دخول. مصر ما بتعوز، مصر ما بتخطط، مصر ما بتنفذ، ما حدش بيوقفها، وبالذات اذا كانت على حق. السياسه الخارجيه الحقيقه، عشان لما اقول مصر كانت جيل كامل ما كانتش عسكريين. الشؤون الاجتماعيه اشتغلت، الخارجيه عملت ايه؟ كان استخدام العمل السياسي لكسب الوقت دون توصل لحل سياسي، المطالبه بالانسحاب وتحقيق حقوق شعب فلسطين، قناعه لدى الراي العام احنا عايزين ارضنا، مش عايزين نحارب. احنا كمصريين على فكره، وانتم عارفين نفسكم، انا مش هعرفكم نفسكم، انتوا لا تميلوا للعدوان، لا تميلوا للعداء، لا تميلوا للاستيلاء على حق الغير. طبيعتكم يا مصريين كده. اللي فوق سامعيني، انتوا يا مصريين ما فيكوش العدوان ابدا، خلقتكم كده، لا تطمعوا في حاجه غير ولا في ارض غير نهائي. تجاه روسيا وطدنا الصداقه مع روسيا واشعرناها بان هي شريك رئيسي معايا، وان هي خذلتني في 67 وعليها اعاده تسليح القوات المسلحه وتدريبه باسلحه حديثه. كان لها دور معانا الى ان حصل الموقف في يوليو 72 والرئيس السادات اضطر يطرد الخبراء السوفييت عشان جوه اكبر خطه خداع وقف قدامها التاريخ تايه ولسه اسرارها مجهوله. ايه اللي عملوه المصريين؟ ازاي نفذوا المهمه؟ انطرد الروس سنه 72 يوليو 72 عشان مصر اما تنفذ بتنفذ منفرده. أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. كان هذا هو الأساس عشان نعرف إن من بعد 5 يونيو بساعات بدأوا المصريين يفكروا في ماذا سيكون. من أيام عبد الناصر رحمة الله عليه كانت الاستراتيجية واضحة، اللي اتاخد بالقوة لا يمكن أن يؤخذ بغير القوة. بعرض لمحات سريعة كان زمايلكم عايشين ازاي. يوميا تراشق يومي بكل الأعيرة. إسرائيل كانت شايفة زمان إن الإنسان المصري، قالوا كده نقط الضعف في القوات المسلحة المصرية، إن هي ما عندهاش تطعيم معركة. الحقيقة 6 سنين المصريين اتطعموا ضد كل أنواع الضربات، كل أنواع الأعيرة. لذلك يوم 6 يونيو ما كانش فيه أي مشكلة، ما فيش طلقة تعمل مشكلة، ما فيش طيارة تعمل لنا مشكلة، ما فيش قطعة بحرية تعمل لنا مشكلة. 6 سنين تطعيم معركة. كان مخطط إن شهادة وفاة الشعب المصري تتكتب في 5 يونيو. انتوا يا مصريين عتاه عصاه، اتكتبتوا شهادة ميلاد مش شهادة وفاة.
قبل شهر ما يفوت كنتوا في راس العش. 4 يوليو قامت القوات الجوية مرة تانية وضربت قيادات جوه سيناء بعد ما تحطم جزء رئيسي من القوات الجوية المصرية على أرضها. قامت باللي فاضل فيها بطيارات لا تصلح للقتال، عفى عليها الزمن. 21 أكتوبر طلعت لانشات صغيرة، معركة بحرية التاريخ واقف قصادها، منشآت العسكرية واقفة. ايه اللي حصل؟ ازاي اللانشات دي تدمر ايلات؟ ايلات دي قرية عائمة، ازاي يتم تدميرها باللانشات دي؟ وتعيد القوات البحرية قابع في البحر اكتر من 38 قتيل اسرائيلي، عندنا اسامي 38 منهم، الباقي انا مش عارف اساميهم. الغواصة دكار 69 قتيل دمرتهم القوات البحرية في الغواصة دكار. الحفار كينتنج إسرائيل بتمهد، خدت سينا، الخطوة الجاية قادمة، بقى معاها خليج العقبة وخليج السويس. جابت الحفار ده صنعته في أوروبا عشان يجي من رأس الرجاء الصالح يدخل على خليج السويس يحفر يطلع البترول. والمصريين لهم بالمرصاد في السكة اصطادوه في مكان مناسب وتوقيت مناسب، حرموه من أن يكمل رحلته، وكانت التجربة الأولى والأخيرة اللي إسرائيل اقتربت منها. الدفاع الجوي نجح في دفع الكتائب وملحمة الدفاع الجوي. ده عيد الدفاع الجوي يا فندم. خط بارليف، خط بارليف مواقع حصينة، خدت نماذج منها تتحمل كل الأعيرة اللي موجودة عند مصر من القوات الجوية والمدفعيات، لا تؤثر في هذا الخط. وفي سكة الحديد خط بور توفيق بور فؤاد شالوا قضبان السكة الحديد كسوا بيها، وسلال السلك ويبلوها تدبيش وقضبان سكك حديد. مواقع في منتهى التحصين، حياة كاملة بيعيشوها ولا زال مواقع منهم سليمة، واعتقد مثل في وعيون موسى فيها لا زال الموقع محتفظين بيه. اتفضل. الخارجية اشتغلت كويس قوي. في مجال الأمم المتحدة خدنا تأييد على قرار 242 و 338. في المجال الدولي حسنا علاقاتنا مع انجلترا وفرنسا والمانيا الغربيه. امريكا كانت شايفه مصر جثه هامده مش مفروض حد يمد ايد العون ليها. الاتحاد السوفيتي كان ميال للحل السياسي، والحل السياسي كان هيخسرنا ارضنا. المجال الاقليمي سوريا قالت احنا جاهزين بس انتوا هتعملوا ايه يا مصر؟ العرب قالوا معاكم بس قولوا لنا انتوا هتعملوا ايه يا مصر؟ الدول الافريقيه اتشكلت لجنه الرؤساء العشره وحاولوا مع اسرائيل، لكن هيهات اسرائيل لها رؤيه ما بعد سيناء. 8 دول افريقيه قطعت علاقتها مع اسرائيل في هذه المرحله. اتفضل. غرب القناه قللنا خسائرنا على قدر الامكان بتجهيز دفاعات. كانت المشكله شرق القناه، كنا لازم نوفر معلومات لكل سلاح ولكل مهمه. مفيش طياره ما تعرفش هدفها ايه، مفيش قطعه بحريه ما تعرفش هدفها ايه، مفيش وحده صغيره او كبيره ما تعرفش هدفها ايه، مفيش عسكري ما يعرفش هدفه ايه، مفيش. المدفعيه لازم تبقى عارفه اهدافها بدقه، هتضرب ايه والدانه محسوبه. مفيش دانه مدفعيه لو دانه منها هيست بيبقوا عايزين يشيلوا كل دانه ظابط يروح يوصل الدانه ويرجع يروح يفجرها. انا شفت غيره المصريين على سلاحهم وذخيرتهم. الدوريات غطت كل سيناء. مشي ديان قال إن ما هزمنا هو الرادارات البشرية المصرية التي انتشرت في سيناء. مفيش معلومة على الحد الأمامي ليل نهار متراقب أو في العمق إلا وكان عندها معلومات كاملة بكل السبل، وهيجي وقت أشرح فيه حاجات أكتر من كده، الوقت مش عايز أضغط عليكم. بدو سيناء كان لهم دور عظيم ولا زال لهم دور عظيم. زي ما عندنا شباب في وسط ولادنا خيبان وتلفان، عندهم شباب خيبان وتلفان. إنما أهل سيناء هم أهل الوادي، هم امتدادك، لن يمكن فصلنا ولا فصلهم أبدا، هم أساس وركيزة. اتفضل. شرحتها بس يهمني أنا جايب شوية الصور دي عشان نعرف إن الخوذة كان عليها رسومات عشان كل واحد يعرف التاني. في رسم حيوان، في رسم هندسي، في الرتبة مرسومة، ما حدش بيسأل التاني
معروف العسكري ده منين والظابط ده منين. الخوذة عليها البيانات دي، كل الخوذ كانت بهذا الشكل. اتفضل اتفضل. كان في شوية اعتبارات حطيناها في اعتباراتنا واحنا بنجهز الحرب. الجندي المصري هو اللي راهنا عليه واللي لسه براهن عليه. ما براهنش على قناة السويس ولا سينا ولا تسليح ولا آثار ولا سياحة، أنا براهن على الإنسان. أنا عشت معاه 6 سنين وعشت معاه 45 سنة بقيت عمري، براهن عليه هيحقق اللي انتوا عايزينه. بس هو قارئ جيد لنا ومدرك الإنسان المصري ومقيم لنا تقييم جيد. ثم إسرائيل ثقافتها الاحتماء بالمعدة ولا تقاتل في العراء، وعلى الجانب الآخر ثقافة الاستشهاد لدى المصريين سواء مسيحي أو مسلم، ثقافة مطلقة. كنت لسه بقول للدكتور أسامة المصري في رحم أمه بيتزرع فيه حاجتين، انتوا وأجدادكم وأبنائكم وأحفادكم. يتزرع فيك التدين إن كنت يهودي أو مسيحي أو مسلم، تتولد متدين. أنا عشت مع اليهود وعشت مع المسيحيين وعشت مع المسلمين. يتزرع فيك حب الوطن. تحب مصر إزاي؟ تحبها ليه؟ ما تعرفش، إنما هي في دمك، هي في خلاياك، هي ماشية جواك من حيث لا تدري. اتفضل. إسرائيل حطت رجلها هنا، وأما يجي معتها وقالت ده أمر واقع، ودي الخطوة الجاية، دي أول خطوة، في خطوة تالية. طبعا حضراتكم معاصرين ما يحدث في الجولان. اتفضل. الغرب كله كان شايف عبد الناصر الخلاص منه شيء ضروري، لأن هو اللي حرر أفريقيا وحرر جزء كبير من آسيا. هو كان جلاد المستعمرين عبد الناصر، كان كسره وهزيمته شيء مطلوب. اتفضل. التدريب 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 التدريب. 73 ما حدش قال للتاني هتعمل ايه، كل واحد عارف دوره بتلقائية متناهية وشديدة. اتفضل. أنا بتعرض لمشاكل رئيسية مش هغوص فيها. اتفضل. الستر الترابي، هنطلع ازاي 20 متر وتراب هايل. مصريين الفلاحين البسطاء، حبل وحبل وبينهم عقل خشب، ويطلع واحد يرمي الحبل، ينزل الحبل من فوق لتحت، يطلع على زي اللي طالع سلم بيتهم بالظبط. الموانع. اتفضل. المواد الملتهبة اللي كانت بتضخ على شاطئ المية وتحيله إلى جحيم، كل ده انتهينا منه بهدوء شديد. اتفضل. الستر الترابي، روسيا قالت عايزين قنبلة تكتيكية ذرية عشان حاضر، ما احنا قلنا هي كانت بتفرض ميالة للحل السلمي، ما حدش عايز يحل عسكري. ثم الكباري اللي عندك اللي معاك من الحرب العالمية الثانية ومهندسيك طوعوها عشان تشتغل وتنفذ المهمة مع منسوب مية متذبذب ما بين 60 سنتي و200 سنتي، فرق 140 سنتي. اتفضل. اسلوب اختيار اليوم والشهر والساعة، هذا الموضوع بعرضه عشان القادة. أنا كنت ضابط صغير، كنت نقيب قائد سرية اطلاع لواء، ما كنتش مدرك ماذا يخطط وكيف يتم التخطيط. ما فيش حاجة ما فكروش فيها، وعندكم القدرة تفكروا في كل حاجة. إزاي دولتين، واحدة شرق العدو واحدة غرب العدو، يهاجموا في توقيت واحد؟ أول ضوء الشمس هتعاكس اللي في الغرب، آخر ضوء الشمس هتعاكس اللي في الشرق. لذلك كانت الساعة 2 توقيت غريب لم يخطر على بال أحد. مشاكل القناة تجاوزتها، البحر الأحمر والظروف الجوية والجو مائية في البحرين. أفضل الشهور أما اختاروه شهر نوفمبر، الجليد هيسقط في سوريا، الجنزير مش هيتحرك. شهر أكتوبر المصريين والمسلمين صايمين، الناس بتبقى قاعدة مريحة، مفيش نشاط. ساعات الليل والنهار. العطلات، إسرائيل فيها 8 أعياد. كان يعنيني في أكتوبر في 3 أعياد، المظال والتوراة والغفران. الغفران فيه ميزة جميلة، إنه يوم سكون كامل، يعني اللي عايز يفتح النور لازم يفتحه قبلها بيوم، اللي عايز يستحمى يستحمى قبلها بيوم. سكون كامل، معنى كده الإذاعة واقفة، معنى كده إسرائيل مش هتقدر تستدعي جيش الدفاع الإسرائيلي
وانا هقدر انفذ اللي انا عايزه في اول 48 ساعه. لذلك لم يكن هناك اي رد فعل او اجراء جاد تجاه القوات المسلحه المصريه الا اول ضوء ساعه 800 يوم 8 اكتوبر. اتفضل. في نفس الشهر كان فيه انتخابات الهستدروت اتحاد العمال، و28 اكتوبر كانت انتخابات الكنيست. ناس قاعده تفكر، ناس مش سايبه لا صغيره ولا كبيره الا كانت بتفكر فيها، مصريين منكم اهلكم. الساعه 2 الظهر اتكلمت فيها. اتفضل يا فندم. كل الدنيا كانت شايفانا ازاي؟ الشريحتين دول بسرعه كده. 17/5 السي اي اي قالت الحرب غير محتمله. بعده 2/6 فاضل اقل من 4 اشهر جوزيف جرين بيقول ان السادات هيحارب في يونيو او يوليو. 28/6 وزير الخارجيه الامريكي بيقول لنيكسون، بيقول له هناك شكوك ان السادات على وشك الحرب، ما حدش قادر يجزم المصريين بيعملوا ايه. 23/8 اتبلغ الملك فيصل احنا هنحرك القضيه. السادات واشرف مروان راحوا له في سبتمبر اكتوبر انما لم يحصل على الميعاد. ري كلاين في الخارجيه الامريكيه قال لكيسنجر هناك ادله غير تقارير غير مدعومه ان سوريا هتحارب. اتفضل. 2/10 الملحق الامريكي بيقول ايه؟ خدوا بالكم باقي 5760 دقيقه، 4 ايام، ولا زال بيقول ده مجرد مصادفه اللي بيحصل في سوريا ومصر. 5760 دقيقه، 4 ايام. الساعه 4 الفجر ديفيد العادل صحى بن جوريون، صحى موشي ديان وقال له النهارده في عمل. موشي ديان طلع على المنطقه الجنوبيه، مر على المنطقه الجنوبيه مع شموئيل جونيه قائد المنطقه وساله قريت التقارير؟ قال له قريتها. قال له فهمت حاجه؟ قال له لا. قال له لقد فهمت انا، لقد نجح المصريون في خداعنا هذه المره. دي تحيه للمصريين، دي تحيه للمصريين. اتفضل. سؤال: الدول المشاركه في اعداد الخطه؟ الجواب المصريين. سؤال: الاسلحه اللي حاربتوا بيها؟ جواب: اسلحه دفاعيه. لم تنجح ولن تنجح دوله في كسر شوكه وعزيمه المصريين بفضل الله. انا بجيب الثغره، انا اسف على الوقت انما عندي حاجات كتير لازم تتقال. اتفضل. الثغره عشان ما نضحكش علينا، اسرائيل كانت مجهزه وقايله اول ما المصريين يعدوا الغرب، يعدوا شرق القناه، احنا هنعدي الغرب مباشره. كان عامله خطه الغزاله، احنا كنا متوقعين هذا، ما كانش في بديل، لابد من العبور. اسرائيل كان لها 3 اهداف في هذه الثغره: نمره 1 تتفوق العرب، نمره 2 ما تسمحش المصريين يقفوا عند حدود 14 اكتوبر اللي حققوا فيها رؤوس كباري فرق وحققوا الجزء المهمه الرئيسيه، ثم تدق عظم المصريين الجيش المصري على اللي عمله. الثغره كانت نتيجتها ايه؟ وانا بحتكم لعقولكم. اتفضل. خريطه مبسطه: قناة السويس، بحيرات المرة الكبرى، بحيرات المرة الصغرى، قناة السويس، خليج السويس، الجيش الثاني، الجيش الثالث، مدينة السويس، الثغرة في منطقة الدفرسوار. حاولوا يقترحوا في الجيش الثالث فشلوا، في الجيش الثاني فشلوا، اتجهوا للسويس وتوقفوا على مشارف السويس، حاولوا يقتحموها 22، صدر قرار وقف اطلاق النار، لم يلتزموا، حاولوا 24، فشلوا بالتنسيق ما بين الجيش الثالث واهل السويس، وده العيد القومي لمدينة السويس 24 اكتوبر. اتفضل. في توقيتات بقف عندها. 6 اكتوبر الحرب، 16 اكتوبر بدأ حدوث الثغرة. يهمني اسمعكم جولدا مائير قالت ايه؟ قالت لقد وضع جيش الدفاع الاسرائيلي اقدامه في افريقيا. الخطوة الثانية 22 اكتوبر قرار اطلاق في النار. هقف هنا 6 نوفمبر 73 بعد شهر من الحرب، والقوات الإسرائيلية غرب القناة وعينهم على مشارف القاهرة. وصل هنري كيسنجر وكان لقائه مع الرئيس السادات. قال إيه؟ نصا أنا ما أعرفش، ولكن أعرف النتيجة. قال له لن نسمح بانكسار المخطط الأمريكي مرتين، اسمح للقوات الإسرائيلية بالعودة إلى شرق القناة. يقينا الله يرحمه السادات قال له أرضي، قال له هتاخدها، قال له كامل، قال له هتاخدها بدون خسائر وبدون اشتباك، قال له هتاخدها. اتفضل.
18 يناير اتفاق فك الاشتباك. اما رجعوا القوات الاسرائيليه ما رجعتش على 12 13 كيلو اللي احنا واقفين عليها، لا. المفاوض القوي الفاهم الواعي 30 كيلو الوثبه الاولى، ثم الوثبه الثانيه 60 كيلو شرق المضايق. اتفضل. الانسان المصري، ومحدش يزعل مني اما اقول انت جاي تعرفنا احنا مين يا مصريين. انتم سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال استوصوا اهل مصر خيرا فان لنا فيهم نسبا وصهرا. وما وصى قال اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فانهم خير اجناد الارض لانهم في رباط الى يوم القيامه. شوفوا الرؤيه بتاعت السلف الصالح كانت ازاي. عمرو بن العاص مش طالع المشوار ده من الحجاز عشان ياخد الجزيره، عشان ياخد الاردن، سينا، مصر، ويخاطب المصريين ويتكلم معاهم ويقنعهم بالدين الجديد في يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا شهر ولا اتنين، ده شهور. اما كان خارج هذه المهمه ما كانش معاه مقاتلين فقط، كان معاه رعاه وسقاه وطهاه طباخين ومدويه اطباء، كان معاه كل من يلزم الحياه. اما سيدنا رسول الله اوصى بهذه الوصايه، كان يعلم ان في مصر خير نساء الارض، خير زراع الارض، خير شباب الارض، خير كتاب الارض، اخرهم خير قوات المسلحه نبتت هذا البلد. اتفضل. محمد علي اكتشف المصريين في العصر الحديث. عمل ايه اما جه مصر؟ محمد علي ده العثمانيين لما بيروحوا كل دوله بيحكموا فيها بيجيبوا كتايب من الدول اللي كانوا بيحكموا فيها، من ضمنها ألبانيا وعاصمتها تيرانا، جه منها محمد علي بكتيبته. الحقيقه ما عاش مع المصريين لقى حاجه تانية خالص، مش دول الناس اللي في اوروبا، ده دول ناس تانيين خالص، انا اقدر اعمل بيهم امبراطوريه. اللي شاف الرؤيه دي سنه 36 1936 هتلر اما قال الانسان الالماني ده ما فيش زيه. محمد علي اما شافكم يا مصريين انا اقدر اعمل بيهم عمايل غريبه، اعمل بيهم امبراطوريه كبيره، واقدر اعمل بيهم نهضه زراعيه، هعمل ريحات، هعمل ترع، هعمل قنوات، هعمل قناطر، هعمل سدود. عشان كده حب يطمن الميه بتاعته جايه منين. راح بلقيس مكان بلقيس ملك السبأ، راح الجزيره قبله المسلمين، راح الشام لخيرات الشام، راح كريت اوروبا عشان يشارك يساعد العثمانيين في فض الثوره. هنا اكتشفت اوروبا ان هذا الوالي ليست هذه امكانياته، لكنها امكانيات شعب يجب ان يظل هذا الشعب في اطار لا يخرج منه ابدا. يطلع استعمار، يطلع جهل، يطلع فقر، يطلع مرض، يطلع مشاكل، يطلع داعش، لا يخرج من هذا الاطار ولا هذا السجن. هذا مخطط، انتبهوا يا مصريين. اتفضل. الارض اللي انتوا عليها واتكلم فيها دكتور اسامه، بس انا مجهز كلمتين ما تحرمونيش ان انا اقولهم. تزوج منها سيدنا ابراهيم السيده هاجر، تربى على ارضها سيدنا يوسف وحل مشكله فرعون في البقرات العجاف اللي ياكلن الثمان. لجأ اليها سيدنا يعقوب والاسباط من القحط والمجاعه في الشام. اتولد فيها سيدنا موسى واخيه هارون ونزلت عليهم اول ديانه سماويه، والاستاذ الدكتور اسامه قال تجلى فيها رب العباد. لجأ اليها سيدنا المسيح وامه مريم خير نساء العالمين، واستظلوا بها 3 سنين لحد ما كلمني عسكري كان معايا في الحرب قال لي دول 3 سنين ونص يا فندم مش 3 سنين. تزوج منها سيدنا رسول الله ماريا القبطيه وانجب منها ابراهيم. خرج منها صلاح الدين الايوبي يحرر بيت المقدس. طلع منها الفراعنه اللي كانوا عندهم الفلك والعلم والحضاره والتحنيط، واوروبا ما تعرفش تجمع شحم الحيوان وتحط فتيله عشان تنور بالليل. خرج منها عظماء. عرفت مقوله مصطفى كامل لما قال لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. عرفت كان محروق ازاي لما بيقول الكلمه دي. ربت واخرجت عظماء، وكل يوم بتخرج عظماء هذا البلد العظيم. اخيرا انتوا بتعملوا ايه يا مصريين؟ سنه 73 كنت نقيب سن في ترس بيدور، ما كنتش عارف انا بعمل ايه. بعد 10 12 سنه لقيت اللي انا عملته اتكتب في التاريخ المصري في كتب المدارس. انتوا يا مصريين بتكتبوا التاريخ. من 2011 بتكتبوا تاريخ جديد، والدنيا بتكتفكم والسجن حواليكم
عشان ما تنجحوش في كتابة التاريخ، بس اعرفوا 10 15 20 سنة والتاريخ هيبقى شاهد، يا لنا يا لنا يا علينا. اوعوا يكون التاريخ شاهد عليكم ابدا، يجب ان يكون التاريخ شاهد ليكم. وشاكر حسن استماعكم، مع الشكر.